الكارير بتاع الميديكال ريب هو كارير ممتاز جدا، تقدر تتعلم فيه وتفهم فيه حاجات كتير جدا مش هتتعلمها في اي كارير تاني. احنا شغلانتنا مهمه جدا جدا. ممكن بعض الشركات تقول لك انت هتتملكها كلها، خلاص خدها انا مش عايز منك حاجه، بعد 5 سنين 6 سنين العربيه بتاعتك وباسمك وتنقل الملكيه ليك. في شركتين ثلاثه كده في السوق المحلي في مصر بيدوا تقريبا $1000، مش هيدوا لك اخضر، هيدوا لك بالمصري ما يتراوح من 45 ل 50 الف جنيه. من 3 شهور من ساعة ما بدأنا أجزخانة الفرصة البديلة كسلسلة جديدة من الفيديوهات بنقدمها لكل زمايلنا في صيدلة وخريجين كلية صيدلة، إن هما إيه الوظائف اللي يقدروا يمتهنوها بعد التخرج بدل فكرة الدعاية الطبية التقليدية أو إن هو يقف في صيدلية أو إن هو يسافر بره مصر. وجبنا ضيوف معانا في فيديوهات قبل كده تقدر تشوفها على السلسلة من بدايتها بيتكلموا في كاريرز مختلفة، فلقينا إن أكتر كومنت بيجي لنا لا إحنا محتاجين نسمع عن الدعاية الطبية. ولو هدور على حد يتكلم على الدعايه الطبيه فجس وات، انا موجود في الكارير ده اديني اكتر من 8 سنين، اشتغلت في شركات ناشونال ليفل ومالتي ناشونال ليفل، عندي اكسبيرينس اي ثينك ان هي كويسه، عندي مايند سيت معين اقدر ان انا اوصله لك، واتمنى ان اقدر اوصل لك ولو جزء او معلومه تقدر تستفيد بيها عشان لو كنت حابب تدخل المجال، او لو انت بدات المجال وواخد وجهه نظر معينه عشان سمعت بعض الحاجات من بعض الناس، تبدا ان وجهه النظر دي توسع اكتر وتشوف الوجه الاخر للشغلانه. بس ده مش معناه ان انا هبقى موجود لوحدي، لا، معانا ان شاء الله ضيف واثنين وثلاثه هيكونوا موجودين معانا في الفيديو علشان ما يبقاش الفيديو منحاز او بايزد في كاتيجوري معينه او مايند سيت معين، لا، تسمع من عقليات مختلفه وتقدر تحدد انت بنفسك هل الكارير مناسب ليك ولا لا. خلونا نبدا. لو انت بقى صديق لينا في سلسله اجزخانه الفرصه البديله فاكيد انت عارف انواع الاسئله اللي احنا كنا بنسالها لكل ضيوفنا، وانا هسال نفسي نفس الاسئله دي. اولا، الجي بي اي هل بيفرق او بيأثر ولا لا؟ الجي بي اي يا صديقي مش بيأثر. ده معناه ايه؟ اللي جايب امتياز زي اللي جايب جيد جدا زي اللي جايب جيد زي اللي عايد السنه زي اللي خدها على 6 سنين و7 سنين و8 سنين، مش فارقه كتير. ولكن اللي بيفرق او بيميز شخص عن التاني هي السوفت سكيلز بتاعته، هي قدرته ان هو اصلا جود كوميونيكيتور ولا لا، وفي نفس الوقت هو عنده سكيلز وكومبيتنسي تقدر تميزه وسط المنافسه الشرسه من كليات كتير. الله 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 الله، ده معناه ان في كليات تانية بتنافسني على نفس الوظيفه. الكارير ده يا صديقي بيمتهنه كليات كتير، بدايه من طب بشري. طب بشري ما تقلقش، في بعض الناس بتاخده في فترة الامتياز كبارت تايم جوب، بتزود دخلها بتغطي مصاريفها في فترة الامتياز وبعد كده بيسيبه. وفي بعض الناس تانية الموضوع بيعجبه وبيكمل فيه. بلس ان انت معاك زمايلنا برضو من طب اسنان، طب بيطري، صيدلة بمختلف الكاتيجوري اللي فيها سواء كان جنرال او كلينيكال او فارما دي، وكمان زمايلنا من علوم بمختلف تخصصاتهم. بس كده لا، انزل كمان تاني، تربية علوم، زراعة، تجارة. ايه ده؟ ازاي كده؟ ده هنرجع له او هنيجي ليه في حتة المرتبات، واللي من برضه هنشوفها من انواع الشركات، وهل كل الشركات بتقبل كل الكليات دي ولا هي متقسمة سيجمنت مختلف، هنشرحه قدام. وده برضه اللي هتلاقيه بينطبق فيه الدايفرستي الكبيرة جدا اللي موجودة في انواع الشركات والمرتبات. الكارير ده هتلاقي الستارت ليفل بتاعه ممكن يبدأ من 5-7 آلاف جنيه لحد ما الستارت ليفل ده ممكن يستارت اصلا من 40 و45، اللي احنا بنقول عليه بالبلدي كده ممكن الفريش فيه بياخد $1000. زي ما انت سمعت كده بالظبط $1000، ولكن في كاتيجوري معينه من الشركات والناس محدده. طب انت شوقتنا يا دكتور، عايزين بقى نعرف ازاي ادخل الكارير ده، ازاي ابدا فيه، ازاي اقدم على وظائف، الاقيها فين، مناسب ليا ولا مش مناسب ليا. تعالوا ناخد في الفيديو دوت ونتكلم في كل التفاصيل دي واحده واحده. طيب خليني يا صديقي نتكلم ونشرح كده ونقول يعني ايه اصلا ميديكال ريب او يعني ايه دعايه طبيه. من اسمها انت مندوب عن الشركه علشان تتكلم مع الدكتور على منتج طبي. انت بالبلدي كده ممكن يكون اول مصدر للمعلومه الطبيه للدكتور. الدكتور في وسط يومه وفي وسط عيادته وفي وسط شغله والعمليات والمستشفى ما عندوش رفاهية الوقت اللي يسمح له بان هو يتابع كل الابديتس اللي حاصله في السبيشاليتي اللي هو شغال عليها. بمعنى في دلوقتي دراسة جديدة توفرت، دلوقتي في ابديت حصل في الجايد لاين، في منتج جديد اصلا بمولكيول جديد نزل بيحل مشكلة عويصة جدا بالنسبة للدكتور وبالنسبة للمريض. انت اول مصدر للمعلومة دي للدكتور،
وقد يكون في بعض الاوقات الدكتور بيطلب انه يقعد معاك او يقعد مع الميديكال تيم او الماركتنج تيم عشان ياخد كمان المعلومه كامله، لان هو برضه ما عندوش رفاهيه الوقت ان هو يدور بنفسه. ولكن ده مش معناه انك انت المصدر الوحيد، ولكن انت من اهم مصادر المعلومات للدكتور. فتاني وتالت ورابع، انت ممثل عن الشركه او مندوب عن الشركه علشان تتكلم مع الدكتور عن المنتج الطبي اللي الشركه دي بتوفره كسولوشن للمريض اللي بيقابل الدكتور. طيب خلينا ناخد تاني سؤال، ايه انواع الشركات اللي موجوده في الماركت واقدر ابدا فيها الكارير بتاعي؟ الشركات هتلاقوها مختلفه، في دايفرسي عنيفه جدا، بدايه من اللوكال او الريجونال، ودي شركات بتكون موجوده على مش ليفل بقى من اسمها كده محلي، يعني في المحافظه بتاعتك او الريجون بتاعتك. يعني هو بيبقى غالبا حد كان في الدعايه الطبيه او في الكارير ده اديله مثلا 20 سنه 25 سنه وسابه وقرر انه يفتح شركه خاصه ليه، فبيبدا عن طريق ان هو بيجيب منتج او اتنين او تلاته ويفتح لهم ملف، والملف ده يجيب تحتيه تيم. بس هنا مفيش شركه او مفيش مؤسسه، مفيش هيكل، مفيش اصلا تريننج ديبارتمنت، مفيش ماركتنج، مفيش حد في السيلز، وحتى لو في ليفلز بيبقى حاجه بسيطه جدا. وبالاخر كده الناس دي بتشعبول للكلام ويلا كام بكام ونروح نشوف الدكتور ده ايه. مفيش ماده علميه بتتقدم، منتج اصلا ما فيهوش اصلا ايدج او ميزه تنافسيه عن المنتجات اللي في السوق، ويبقى غالبا مالتي فيتامين والكلام ده كله. وانا دونت ريكومند ان انت تروح الكاتيجوري دي من الشركات. ولكن زمايلنا من زراعه، زمايلنا من تربيه، زمايلنا من تجاره بيمتهنوا هذه الوظيفه عن طريق الشركات دي. ابدا رنجات المرتبات 5 7000 جنيه 10000 جنيه، بعضهم بيديهم بضاعه يقول له صرفها والمرتب بتاعها هو عباره عن، او مرتبك عباره عن بضاعه لما تبيعها هتاخد المرتب، وبيبقى الوضع فيها صعب جدا في التعامل. مش بنصح اي حد لو انت خريج كليه علميه انك تبدا الكارير في شركات زي دي، عشان صدقني هتكرهك فيه. طب يا عز، انا دلوقتي راجل تعبت وذاكرت ايام ثانويه عامه ومش عايز ادخل الكارير ده من مكان يكرهني فيه، وانا راجل دخلت كليه علميه سواء كان طب بيطري او طب بشري او اسنان او صيدله او حتى علوم، وعايز ابدا في شركات تكون كويس. هنا انا بريكومند ليك انك تستارت من الناشونال ليفل من الشركات، ودي شركات موجوده في الماركت المصري سواء كان ليها مصنع او لا. الستارت من المرتبات بتاعتهم هتلاقيه بيتراوح من 12 ل 15 الف جنيه، وممكن تزيد في بعض الشركات، ممكن بعضهم بيقدم عربيه وممكن البعض التاني لا. الشركات دي كتير جدا، حدث ولا حرج، احنا السوق المصري فيه اكتر من 1000 شركه. ال1000 شركه دول كام واحده فيهم مصريه او ناشونال؟ كتير، يعني ممكن يعدوا ال 500 600 شركه واكتر كمان. مين كويس مين مش كويس مش هقدر اقول لك حاجه زي كده فور ديسكليمر، مش عايزين نذكر اي اسم اي شركه. ولكن برضو انت لازم تحط في دماغك الموضوع ده، ان مفيش حاجه اسمها افضل ومش افضل، لان الموضوع ده بيختلف. ممكن شركات لمده 5 6 سنين كويسه جدا، مره واحده بتشت داون او حد تاني بيستحوذ عليها، او جالها تيم او ستراكشر فخلاها مش كويسه، او العكس كانت مش كويسه وبقت كويسه. فالموضوع ده فيه داينامكس رهيبه جدا وما فيهوش استابيليتي. فانت تقدر تعرف الشركه دي كويسه او مش كويسه انك تسال عليها قبل ما تروح تقدم. وللامانه برضو احنا عملنا كيروسل، قلنا في اشهر شركات موجوده في الماركت سواء كانت ناشونال او انترناشونال او مالتي ناشونال، وقدمناه في صوره كيروسل موجوده على اكونت تيك توك وانستجرام. تقدر تلاقي اللينك بتاعهم في الوصف بتاع القناه، تدور على البوست دوت وتوصل له، تعرف ايه اكتر الشركات اللي احنا كنا بنريكومند ليها او اللي وضعها في السوق ستيبل وكويس على مدار سنين كتير جدا. تاني كاتيجوري من الشركات الكويسه الانترناشونال، دي بقى شركه سواء كانت في الماركت المصري او بره مصر، اديها مثلا سنين كتير، وبعد ما كانت شغاله بس في السوق المحلي بتاعها اللي هو الدوله اللي هي فيها، لا توسعت لدوله واثنين وثلاثه، قاره واثنين. وهتلاقي اشهر الشركات اللي في الموضوع ده على سبيل المثال، وليس ان دي افضل او مش افضل. المثال هنا معانا مين؟ ممكن مثلا تلاقي شركه زي فاركو، ايبوكو، امون، اللي بعد ما قبل ما يتعمل عليها استحواذ، لان دلوقتي اتعمل عليها استحواذ من شركه اكسيرا. هتلاقي برضو في شركه زي ايفا طبعا غنيه عن التعريف. ذا سيم برضه هتلاقي في الماركت الخليجي ان كانت في شركات زي تابوك وجمجوم وجلفار موجوده في دول الخليج وتوسعت وبقت موجوده في الماركت المصري. رينج المرتبات هنا في السوق المصري هتلاقي مثلا من ال 15 ل 18000، وبرضه البوليس بتاعت العربيات مختلفه وهنوضحه قدام. اخر بقى كاتيجوري هي المالتي ناشونال، كريمه الكريم، اللي هو لو ربنا كرمك في مكان هناك ده انت امك ده عيالك، والشركات دي عندها تيم وستراكشر واضح، والناس دي فاهمه بيزنس صح، والناس دي بكره وبعده بتروح على تايتلز وجريد اعلى في الشركات الناشونال ليفل او الانترناشونال، والامانه هتتعلم الشغلانه صح وتحبها هناك. المالتي ناشونال دول بقى موجودين في كل القارات تقريبا، موجوده في اكتر من 100 دوله. الهيد كوارتر بتاعها او الفرع الاساسي بتاعها هتلاقيه موجود في دوله اوروبيه او تقريبا امريكا. وتقريبا في السوق المحلي هنا في مصر في حوالي
15 20 شركه بالكتير قوي، الشركات المالتي ناشونال. فالشركات دي كويسه جدا، المرتبات فيها بتبدا من 20 و22، وبعضهم لو انت عايز تعرفهم في الكومنتات قول لنا. في شركتين ثلاثه كده في السوق المحلي في مصر بيدوا تقريبا $1000، مش هيدوا لك اخضر، هيدوا لك بالمصري ما يتراوح من 45 ل 50 الف جنيه. لو انت عايز تعرف مين هم الشركات دي سيب لنا كومنت واقول لك عليه. ده يمكن بالمختصر كده انواع الشركات ومتوسط المرتبات من شركه للتانيه. نيجي بقى للشركات المالتي ناشونال، هي بتقبل بس صيادله وبيطري واسنان طبعا وطب بشري لو هم حابين يخشوا الكارير ده. يعني حالات نادره، حالات نادره قوي بيقبلوا علوم، نادره قوي قوي يعني، ولكن موجود. عشان بس زمايلنا في علوم ما يتضايقوش او يقولوا ده كده ملناش فرص في المالتي ناشونال، في فرص بس نادره للامانه. لكن الانترناشونال بيقبل اي حد، بيقبل صيدله بيطري علوم اسنان، كل الكاتيجوري دي. اذا سيم برضه في الناشونال ليفل هتلاقوا على فكره الشركات دي مش بتقبل بقى زمايلنا بتوع تربيه وزراعه وتجاره، مع الاحترام طبعا 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 لكل الكليات وكل الشركات وكل التخصصات. طيب خلينا بقى نقابل زمايلنا دكتور فادي وشادي وكمان يوحنا ونسمع منهم وجهة نظرهم، ايه رأيهم في الكارير ده، او لو حابين يعبروا عنه بكلمة واحدة هتكون ايه؟ لو هنعبر عن الميديكال ريب في كلمة هتكون ايه؟ هو المساعد الاستراتيجي للدكتور. بس انت بتقول ايه؟ دي شغلانه كلها ضغط. يا عم استنى شوية على الناس. ماشي. انا فادي، وانا شادي، احنا الاتنين شغالين في شركات مالتي ناشونال، بقالنا 8 سنين. وهنقول لكم في الفيديو ده خبرتنا ببساطة جدا. انا يوحنا كمال، ميديكال ريب فور اولموست 3 years فور تو في التوب ناشونال كومبانيز في السوق المصري. خريج صيدله 21. كلمه واحده، اوكي. يعني دايناميك. انا بالنسبه لي شايف انها داينامكس اكتر. تاني سؤال ممكن نوجهه ليهم، ايه اكتر نصيحة كنت تتمنى لو رجع بيك الزمن حد يقولها لك اول ما بدأت الكارير ده؟ اكتر نصيحه ان تخلي نفسك طويل، لانك هتقابل تحديات كتير ولازم تحلها بطريقه سمارت. وانت؟ انا من وجهة نظري انك انت ما تشتغلش على التارجت بس، لا، اشتغل على انك انت تبني اسم لنفسك، تبني كارير لنفسك، لان كده كده الرقم هيجي واسمك وسمعتك هم اللي هيكملوا. طب تعال نشوف لما شادي سأل فادي وقال له انت بتخاف من ايه في الكارير ده. الروتين. لان الروتين عامة بيقتل الكرياتيفيتي، ولما الكرياتيفيتي بتقل في الشغل بتبقى ليس برودكتيف، فبتقل الحماسة وبيقل الشغف. وانت؟ انا بالنسبه لي يمكن اكتر حاجه بتخوفني الضغط، ان هي تاخد وقت طويل قوي من يومك فتسبب لك ضغط وما يبقاش فيه ورك اند لايف بالانس. طب خلينا بقى نسألهم، هل لو رجع بيهم الزمن هيمتحنوا نفس الشغلانة دي ولا لا؟ هيخشوا نفس الكارير ولا هيفكروا في حاجة تانية؟ هختار نفس الكارير تاني، بس هيبقى بفكر مختلف وعقلية مختلفة، وهيبقى تركيزي أكتر على البرفورمانس بتاعي وعلاقاتي بالكاستمرز بتوعي، لأن ده على طول هيبقى ليه بوزيتيف امباكت على التارجت بتاعي. لا فعلا بجد يعني احنا بنبقى تعبانين وفي تشالنجز وكده، بس الموضوع بالنسبه لي انا ستيل ساتيسفاينج. انا بدور على الحاجه دي وببقى مبسوط وانا بعمل ده شويه. تمام اوكي. يعني لو على التشالنجز فيها كتيره جدا، بس انا شايف ان اكتر تشالنج او اصعب تشالنج ان هو هاو تو مانج بيبل. احنا كل يوم بنمانج بيبل، بنمانج مديرنا، بنمانج زمايلنا، بنمانج الدكتورز، بنمانج الصيدلي، بنمانج الديستريبيوتور، بنمانج الناس دي كلها different kinds of people. الموضوع بيبقى يعني محتاجين ان احنا فعلا نكون مركزين في ده. موضوع تشالنجينج جدا، لان احنا بنتعامل مع مايند سيت مختلفه، مع اماكن مختلفه، مع ناس الجوب ديسكريبشن بتاعهم مختلف، فاحنا بنبقى محتاجين نكون بنجيد ده وما نتعبش منه يعني شويه. من الحاجات اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها يعني في العقد واحنا بنمضي، انا اعتقد يعني افتكر كده كان في سيتويشن واحنا فريش، كان ليا صديق كان راح يمضي في شركه ما، والشركه دي اصرت ان هو يمضي على وصل امانه او تشيك يعني بمبلغ معين او على بياض. فاحنا كنا يعني هو بيسالني بيقول لي ايه رايك، انا قلت له لا طبعا. وبعدين سالنا على الراشونال يعني ليه، ايه الفكره، بس ما كانش في اي راشونال. فالنقطه دي كريتيكال جدا يعني، يا ريت ناخد بالنا منها. ما فيش اي داعي، احنا جايين بنشتغل مع بعض، انت مش جاي بتحملني فلوس او امانه او يستدعي ان انا اعمل حاجه زي كده، او ان انا ابقى محطوط دايما تحت بريشر. الموضوع مش بس ان احنا موضوع مزعج او حاجه، لا انا حاسس ان انا تحت بريشر، ان انا في حاجه وانا شغال كده ورايا دايما مزعجه.
فده مش ظريف خالص. برضو من الحاجات المهمه جدا وانا فريش ان انا ابيك ماي تشويس، مش اي مكان وخلاص. لا، لان ده هيفرق في كاريري كله. اول مكان دايما وانا فريش، افتكر احنا كنا اتكلمنا مع بعض قبل كده يا عز زمان، لما انا كنت لسه فريش، انت قلت لي خلي اختيارك مهم في اول مكان، وده حقيقي. اول مكان اللي بتعلم منه، اول مكان بيشكل المايند سيت بتاعي في الشغلانه، اول مكان باخد منه اكسبيرينس كبيره جدا في كل حاجه، فده بيفرق جدا معانا. نبيك اور تشويس، تمام، ما نستعجلش على حاجه. انا عارف كلنا عايزين نعمل فلوس، كلنا عايزين نبتدي الكارير بتاعنا، بس لو بنتكلم لقدام وان احنا هنكمل في الكارير باذن الله، محتاجين نبيك اور تشويس كويس جدا. بعد ما تخش الكارير زي ما انت عايز حسب الكارير اسبيريشن بتاعك. اقول لي عايز احضر MBA لو انت ناوي على الترقيه، وانا بدور ريكومند انك لما تترقى يبقى خد MBA، مش تاخدها وانت لسه فريش او انت لسه سينيور ليفل، لان انت في الاول وفي الاخر مش هتعرف تطبق اللي انت بتدرسه، فيبقى انت في الاخر دفعت كوست كبيره جدا وضيعتها على الفاضي لان انت ما ترقيتش، ومش هي اللي هترقيك. يعني انت لو ما عندكش اصلا مهارات القياده او الاداره الشركه مش هترقيك، عشان خاطر الMBA هتترقى. فالحته دي مهمه قوي. طيب انا عايز اخد دبلومه في الماركتنج، في الفارماكوفيجيلانس، في الريجولاتوري افير، في الهيلث ايكونومكس، وات ايفر، كل دي حاجات تقدر تستفيد بيها، بس بيحددها الكارير اسبيريشن. وده اللي نيجي بقى نتكلم عليه، ايه الكارير باث واي للشغلانه دي. هنا انت ممكن تكون موجود في السيلز وعايز تكمل سيلز. زي مثلا انا ميديكال ريب، هبقى سينيور، هبقى برودكت سبيشالست، بعدها ممكن بقى تخش على فيرست لاين مانجر، ديستريكت مانجر، ناشونال سيلز مانجر، بزنس يونت، سيلز دايركتور. كل دي مسارات موجوده في السيلز عامه جوه الشركات، بدايه من انت مندوب لحد ما تكمل السيلز دايركتور او ايفن حتى البيزنس يونت، وات ايفر كان اخر جريد عندك في الشركه ايه. طب لا انا مش عايز اكمل سيلز، عايز اخش ماركتنج. هل لازم اخش سيلز؟ يفضل، لان انت هتبقى فاهم البيزنس اكتر ودارس كمان ماركتنج دبلومه وات ايفر انت واخدها منين، فتبدا في الشركات زي ما نبدا بقى حاجه اسمها ماركتنج اسوشيت او ماركتنج سبيشالست، بعدها بتبدا كبرودكت مانجر. ولو الشركه بتاعتك دي موجوده في اكتر من دوله، ممكن بدل ما انت برودكت مانجر في دولتك بس، لا في دوله واثنين وثلاثه او في كلاستر كامل. ذا سيم برضو انا عايز اكمل في التريننج مثلا، هاخد دبلومه في الTOT اللي هي ترينر اوف او تريننج اوف ترينر، بعدها هتخش على كتريننج اسوشيت او فيلد ترينر، بعدها ربنا يكرمك وتكون تريننج مانجر. مش بس كده، ممكن لو انا عندي مثلا اسبيريشن ان انا اكون موجود في وظائف في الاوفيس، هنا بقى انت لو راجل بتحب الارقام والاكسل شيت وشاطر فيها وعندك السكيل بتاعت الباور BI، تقدر انت تخش كارير الداتا اناليسز وتبقى موجود كسيلز فورس تيم جوه الشركه، اللي هم الSFE تيم، اللي بيبقوا مسؤولين عن الريبورتنج والفوركاستنج وان هو يحلل الارقام بتاعه المبيعات. لا انا مش حابب الحته دي، انا حابب اكون مثلا في الجزء بتاع الديستريبيوشن التوزيع، انا شاطر في موضوع السبلاي تشين. هنا ممكن تخش كاتيجوري تانية اللي هي الديستريبيوشن مانجمنت، اللي هو بقى الناس المسؤوله عن توفير البضاعه، هنصنع قد ايه، هندي كل فرع توزيع قد ايه، هنوزع البضاعه دي في المحافظات ازاي، كل القصص دي. ممكن another aspiration لو انت ليك بقى جزء او اهتمام في الحته الخاصه بالهيلث ايكونومكس وتسعير الادويه وتسجيلها في وزاره الصحه وندخلها UBA او ما ندخلهاش، يبقى دي الحته بتاعت الماركت اكسس. يبقى على حسب الاسبيريشن بتاعك ايه، هتاخد كورس او دبلومه او وات ايفر انت هتطور نفسك فين، عشان لما تكون في مكان مناسب تكون انت فت ليه. وهنا الفرص اقل. ليه؟ لان الطبيعي او الاغلب الميجوريتي احنا كعساكر، القيادات اللي فوق دي هم دول اللي بيبقوا اقل، فالفرص هنا لما بتكون قليله لازم تكون انت قوي جدا عشان تقدر تاخد الفرص دي. عشان كده يمكن الاكثريه او الاغلبيه بيروحوا في الحته بتاعت السيلز، لان هي اللي فيها تايتلز كتيره او فيها فرص اكتر. ولكن صدقني عشان تكون مميز، لو انت ليك اسبيريشن تاني غير السيلز، هتلاقي فرص كتيره جدا في مجالات كتيره جدا جوه الدعايه الطبيه او جوه الشركات. زمايل كتير لينا بقى في بدايه الكارير بيبداوا يخشوا الشركات ويسالوا هو المرتب كام، المدير عامل ايه، وبينسوا يسالوا على حاجه برضو مهمه جدا في تفصيله المرتب دي وفيصليه، وهي سيستم العربيه. سيستم العربيه بيختلف من شركه للتانيه. بعض الشركات بيبدا ان هو يحط بوليسي معينه جوه الشركه او سياسه معينه جوه الشركه، يقول لك بعد 6 شهور، بعد سنه، انا هديك او هقدم لك بدل عربيه. طيب ده بيبقى ليه كذا صوره مختلفه، بدايه من اول حاجه اللي انا مش بفضلها تماما، وبدور ريكومند ان انت لو بتدور على شركه لو هي ده السيستم اللي هي بتوفره، انت ما تروحش ليه وشوف مكان تاني يكون مناسب ليك. اللي هو انا هقدم لك قرض مع بنك، او انا كشركه هضمنك لدى بنك عشان البنك ده يديك قرض سياره، وده القرض ربوي وكلنا عارفين حاجه زي كده،
ولو انت دخلت في الجزء الاسلامي ان انت توفر قرض عن طريق مرابحه، ما اعتقدش ان ممكن بعض الشركات توافق عليه، بس لو بتوافق خير وبركه، مش بتوافق ده خليه جزء من الحاجات اللي انت بتسأل عليها عشان تروح شركه تانية او تروح شركه افضل يعني. فالمهم ايه اللي بيحصل في الموضوع ده؟ ان الشركه بتروح بيقول لك انا هضمنك في البنك، وانت كل شهر مسؤول عن دفع اقساط معينه للبنك، واول ما تجيب العربيه الشركه تقول لك هنزل لك جزء تاني في المرتب اسمه بدل عربيه. ممكن البدل ده بيغطي قسط البنك وممكن لا، وغالبا اصلا هيبقى لا، وانت هتتحمل جزء كمان من مرتبك عشان تدفع القسط بتاع القرض. فسي مثلا انت الشركه بتديك بدل عربيه 5000 جنيه، وانا محتاج احط عليهم 2000 3000، يبقى كده 7000 جنيه عشان ادفع ثمن العربيه بعد الفايده. نيجي بقى للنظام الثاني في سيستم العربيات، الكامباني كار. ان الشركه هنا تقول لك دي عربيه الشركه وانا هديها لك بعد مده معينه من الوقت، او وات ايفر البوليسي بتاعتها ايه عشان تاخد العربيه دي. فالتامين بتاع العربيه، بنزين العربيه، مصاريف صيانه العربيه بتبقى على حساب الشركه. وهي الشركه حاجه من اتنين، يا انت هتفضل شغال عليها لحد ما تسيب الشركه وترجع لهم العربيه بتاعتهم، ودي حالات نادره، والاغلبيه لما بيشتغل بالكمباني كار ده يقول لك تو بي اوند، يعني هتتملكها بعد عدد سنين محدده. في التملك ده بيختلفوا، ممكن بعض الشركات تقول لك انت هتتملكها كلها، خلاص خدها انا مش عايز منك حاجه، بعد 5 سنين 6 سنين العربيه بتاعتك وباسمك وتنقل الملكيه ليك. وهنا انا بقول لك عشان شفت ده بعيني، حافظ على العربيه. العربيه تحفظها تحفظك، هتهينها هتهينك، وتفتكر انك لو مكمل في الشغلانه دي او في الشركه دي، فانت بعد 5 سنين او 6 سنين اللي انت عملته فيها ده بقى بتاعك. فحافظ على العربيه، هي امانه وهي تولز من الشركه بتقدمها لك. الحاجه الثانيه ان الشركه تقول لك لا والله بص، عشان تتملك العربيه تدفع نسبه من ثمنها، بيبقى مثلا 10% 15%، هو مبلغ بيبقى بسيط شويه، 50000 60000، بعد 6 سنين بيبقى nothing يعني، فبتتملك العربيه بعد دفع نسبه. النظام الثالث بقى ان الشركه تقول لك لا بص، انا لا هقدر اعمل لك ضمان تبع بنك، ولا ان انا هقدر اديك عربيه، ولكن اقدر اديك بدل عربيه وانت تتصرف من دماغك بقى. والله عايز تسحب قرض، عايز تجيب عربيه مستعمله، عايز تجيب عربيه من حد قريبك وتكتبها انت باسمك، ايا كان هتعمل ايه، لما تتملك عربيه باسمك اديني الرخصه بتاعتها واديني التفاصيل بتاعتها، وانا هديك بدل عربيه ينزل اكسترا على المرتب 3000 4000 5000 ايا كان، تحت بند بدل العربيه. حالات بقى نادره جدا 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 من الشركات، انت داخل ومعاك عربيه بتاعتك اصلا، تقول لك بس خلاص تمام انا هديك بدل العربيه ده فلوس، تنزل لك اكسترا في المرتب بتاعك كفلوس. لان غالبا اللي احنا قلناه ده فات ده كله، الشركات بتديك البدل وهو في نفس الوقت بيتخصم بقى للشركه للبنك ايا كان، فهو بيتخصم في صوره اقساط، ما بتاخدوش انت في ايدك، بس بتاخد بيه حاجه اللي هي العربيه. اللي بعض الناس بيخش الكارير ده يقول لك انا هحوش في الكارير ده في العربيه. طيب نختم بقى سريعا كده بشويه نصايح لكل حبايبنا اللي هيكونوا موجودين معانا في الكارير ده. طبعا اول حاجه محتاج تعمل لنا فولو وتعمل لنا سبسكرايب عشان تشوفنا وتشوف فيديوهات اكتر عن كارير الدعايه الطبيه لو انت مهتم بيه. الحاجه الثانيه ان انت اوعى تاخد اي حاجه بيرسونالي، بالذات انت هتتعامل في الكارير ده مع شخصيات مختلفه، عقليات مختلفه، نفوس مختلفه، كاتيجوري كتيره جدا من الناس، بدايه من الدكتور، الصيدلي، التمريض، الراجل الامن، فرد الامن اللي واقف قدام المستشفى، الاسيستنت جوه العياده، زمايلك في التيم، مديرك، مديرك، ناس في الاتش ار، ناس في الماركتنج. فانت بتتعامل مع شخصيات مختلفه. الدايفرستي دي بتساعدك انك تتطور وتطور مهارات التواصل بتاعتك، ولكن لو انت خدت كل حاجه بيرسونالي هتبقى انت نفسيتك بتتاثر، بتبيرن اوت بعد فتره من الوقت، متضايق، ستريس دايما، الدكتور مش عايز يكتب لي، الصيدلي مش عايز يوفر لي، مديري بيطلب مني تاسكات، فانت ماخدها بيرسونال ليه؟ فهتتضايق ليه؟ هي في الاول وفي الاخر ده كور اوف بزنس، ده الشغلانه، ده اساسها. فلو انت مش قادر تتعامل او تتاقلم مع كل الكلام ده وبتاخد كل حاجه بشكل شخصي هتتضايق. الحاجه بقى الثالثه ودي مهمه جدا جدا جدا، زي ما اتفقنا، اوعى تمضي على اي شرط جزائي. بعض الشركات للاسف ما بتوفرش تريننج، انا بدور ريكومند ان الشركه دي ما تقعدش فيها كتير ويمشي. ما تبصش دايما على الشركات من ناحيه المرتبات، ولا بص على دايما الشركه دي السيستم فيها عامل ايه، التوتال باكج عباره عن ايه وتفاصيلها ايه، بتقدم تامين صحي واجتماعي والحاجات دي والله ما رفاهيه. اخيرا دايما تسعى انك تطور من نفسك. الشغلانه دي عشان تكون مميز فيها في الكومبيتيشن اللي احنا وضحناها دي عنيف جدا، فعشان تكون مميز وتعرف تاخد جريد وتايتلز وتروح اماكن كويسه واماكن احسن، فانت محتاج
كل شويه تشتغل على نفسك وعلى السكيلز والكومبيتنسي بتاعتك، عشان ربنا يكرمك بعد كده، يا تروح جريد يا تروح هيد هانت في مكان تاني، يبداوا يقول لك احنا عايزين احمد، احنا عايزين فلان، احنا عايزين ترتان. هم شايفين ان انت مهم وليك فاليو قيمه جدا، فهم اللي يسعوا وراك ان هم يقدموا لك تايتلز ويقدموا لك اوفرز عشان تكون موجود معاهم. فده مش بيجي غير بالسعي، ومش بيجي غير بتطوير مهاراتك عشان تكون انت مميز. شباب احنا شغلانتنا مهمه جدا جدا، واحنا كلنا في الماركت تمام زملاء. حتى لو احنا كومبيتيتورز لازم يبقى الموضوع فيه كود اوف اثكس، لازم نكون متمسكين بيه. بلاش نستعجل السكسس، تمام، بلاش ان احنا زي ما قلنا نرش ان احنا نجوين الشغلانه. لا، خلينا نكون بنختار الاماكن بتاعتنا اللي احنا بنجوين فيها. خلينا اهدى، خلينا ملتزمين دايما بالكود اوف اثكس اولا واخيرا قبل اي حاجه. هيفرق جدا، هيبقى صحي ليك ولزميلك، تبقى مبسوط وانت بتشتغل، وزميلك هيحبك وهيبقى شايفك حد كده، حد هيلثي يقدر يمشي معاك. حتى لو احنا كومبيتيتورز نقدر نتزامل عادي جدا. في النهاية عايزين نقول إن شغل أو الكارير بتاع الميديكال ريب هو كارير ممتاز جدا، تقدر تتعلم فيه وتفهم فيه حاجات كتير جدا مش هتتعلمها في أي كارير تاني. بس ده لو أنت ما خدتهاش إن هي شغل فيه روتين، لكن فيه كرياتيفيتي وفيه استمتاع وفيه استمرارية أكتر. فاينلي احنا عندنا 2 فيديو كانوا بيتكلموا على نصايح لكل الناس الموجوده في كارير الدعايه الطبيه. يمكن النصايح دي ليفل ادفانسد شويه للناس اوريدي جوه الكارير، تقدر تلاقيهم في اللينك في الديسكربشن من تحت، او دور الكومنت لو انت بدات الكارير ده روح اتفرج عليهم. واخيرا اشوفكم على خير.